ربك لما يريد الاهلي يقابل ريال مدريد. الف مبروك للنادي الاهلي فوزه على سياتل الامريكي بهدف لمجدي قفشه. ماتش قضيه تاني الاهلي محمد ناقص قضيه اشتراك قفشه، وشوف اللي ورا. محمد قضيه قفشه، قضيه تاني للنادي الاهلي في التسعين، في البلس 90، ملك التسعين. الاهلي يا جماعه حاجه عالميه. الحمد لله على ان الواحد اهلاوي. مبروك 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 مبروك. مباراه كانت صعبه جدا 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 جدا. الاهلي واجه فريق قوي ومنظم، ولكن الماتش لتاني مره بيطبخ على نار هاديه. الراجل السويسري دوت لو عمل اللي انا هقوله دوت يبقى الراجل ده معلم لو قاصد. الصراحه الفريق اللي قدامنا كان فريق قوي جدا، بدنيا قوي جدا، فريق متمرس، فريق بيلعب برياقه عاليه وشراسه. لكن مارسيل كولر عارف ان هم لسه في بدايه يعني فترتهم، لسه ما بدخلوش في الدوري، فاكيد اللياقه البدنيه عندهم هتهبط. حب ان هو يامن نفسه كويس جدا ويلعب بلعيبه تميل اكتر للجانب الدفاعي. في البدايه لعب بطاهر محمد طاهر عشان يعمل الواجب الدفاعي، ولعب بس باتنين كهربا وبيرسي تاو على اساس ان هم بس اللي يشكلوا مصدر الخطوره. الاهلي كان شكله وحش جدا في الشوط الاولاني، سياتل كان اخطر منه. ما عملش خطوره قويه وما عملش هجمات مؤثره على النادي الاهلي، ولكن الاهلي كان شكله مش حلو في الجانب الهجومي، لكن في الجانب الدفاعي الاهلي كان عادي وما فيش اي مشاكل. الشوط الثاني لما الراجل غير التغييرات بتاعته وعرف ان هم فعلا لياقتهم البدنيه هتقع في الشوط الثاني، فعلا هم لياقتهم البدنيه وقعت في الشوط الثاني، لذلك الاهلي بان حلو جدا جدا في الشوط الثاني. فعمل ايه؟ فنزل احمد عبد القادر، نزل محمد مجدي قفشه اللي قلب المباراه، ونزل محمد شريف. طبعا كل الحاجات ديت ادت ان الاهلي يظهر في الشوط الثاني بشكل احسن. اجمالا كده بقى الاهلي شكله احسن في المباراه. الاهلي هو اللي هدد سياتل اكتر، وفرص الاهلي كانت اخطر، خصوصا فرصه قفشه اللي حطها جنب القائم ديت الايمن، كانت حاجه تحفه، رؤيه جميله جدا منه. وفرص ثانيه الاهلي عملها. الحقيقه ان المباراه اتطبخت على نار هاديه، وكولر قدر ان هو ياخد اللي هو عاوزه، طبعا بتوفيق ربنا قبل كل حاجه. توفيق ربنا توفيق ربنا توفيق ربنا. ويعني كره قفشه وهو بيشوط، انا حاسس عايز اقول له هتشوطها ازاي؟ هي تتشاط، فانا عاوز اقول له شوط واحده بس. وقفته ما توحيش ان الكره هتخش جون، وفعلا هي لما خبطت في جسم واحد ودخلت جون، لان حظه اصلا الكره اللي قبلها حطها روعه 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 وجت في العارضه، فربنا عوضه. قال له طب هي في العارضه، طب جت الثانيه على طول، الحمد لله. يعني الواحد من كتر الفرحه مش عارف يعني يقول ايه. الاهلي هيقابل ريال مدريد، الاهلي هيقابل ريال مدريد، دي حاجه في حد ذاتها بطوله. الاهلي لا قابل قبل كده بايرن ميونخ، وكان بايرن ميونخ في عزه وفي مجده، اتغلبنا. لكن المره دي الاهلي هيقابل ريال مدريد. قابلنا ريال مدريد قبل كده وغلبناه 1-0 في ماتش ودي. كان الماتش ودي، لكن هم لعبوا بعد ما الجون دخل فيهم بقوه وبحماس، حبوا يعوضوا لكن ما عرفوش. المره دي هنقابلهم في بطوله رسميه. انا بالنسبه لي كان نفسي نقابل ريال مدريد باي شكل من الاشكال، مش مهم عندي اي حاجه تانية، انا عايز نقابل ريال مدريد باي شكل من الاشكال. يمكن ان شاء الله مع دعم الجمهور المغربي الكبير الحبيب، ان الاهلي يقدر ان هو يعني يتخطى ريال مدريد. يعني المغرب عملتها قبل كده وتخطت ريال مدريد. اسف، تخطت اسبانيا، زي ما طارق بن زياد عدى بالمسلمين والعرب لاسبانيا. المغرب عدت كرويا لاسبانيا وغلبتها ضربات الجزاء. يمكن الاهلي ان شاء الله يسير على اللي حصل مع المغرب في اخر بطوله كاس عالم، ويقدر ان هو يعدي ريال مدريد ونعدي بقى اسبانيا. يعني هي اصلا طنجه قريبه من اسبانيا، طنجه قريبه من اسبانيا. اي نعم هنلعب في الرباط، لكن اتصور ان شاء الله كل عشاق الوداد والرجاء وحتى كل المغاربه هيقفوا مع اخواتهم المصريين وهيساندوهم، وهيقدروا ان هم ان شاء الله يكونوا يعني زي عامل اضافي للنادي الاهلي ان هو يقدر يتخطى عقبه ريال مدريد. الحقيقه الماتش ده فعلا كان محتاج حسين الشحات واحمد عبد القادر، الا ان الشحات ما نزلش الماتش ده، مش مهم، نوفره ماتش ريال مدريد ان شاء الله يعمل اللي كان بيعمله مع العين لما قابل ريال مدريد. احمد عبد القادر يعني برضو اللمسه الاخيره يا احمد محتاجه، كانت في كرات لاحمد عبد القادر يقدر ان هو يعمل احسن كده. لكن طبعا العريس قفشه يا جماعه، قفشه سامحناك، عوضت كل يا ابني، كل اللي انت هببته دوت الموسم دوت، وكنت مقموص واخد على خاطرك مش عارف ايه. سامحناك يا ابني، سامحناك. قضيه تانية يا قفشه تعيش عليها، قضيه تانية يا قفشه تعيش عليها 4-5 سنين كمان قدام يا قفشه. محمد قفشه مش ممكن يا جماعه، الواحد مش متخيل الكرة وهي بتخش المرمى كده، مش ممكن الواحد متخيل اللحظه دي. قبلها كرة في العارضه تهوب تروح داخله كرة في المرمى. عمل احمد رفعت قبل كده في كاس العرب برضو، شاط كرة جت في العارضه بيمين، حطها بالشمال جت في الجون. لكن محمد قضيه ممكن. الاهلي يعني جمهور الاهلي مش لازم يزعل من قفشه تاني، عامل لك حاجتين بيخليك تلاعب ريال مدريد ومخليك تاخد دوري ابطال من الزمالك
مش ممكن يا جماعه نزعل منه تاني، يعمل اللي عايز يعمله بعد كده. الحقيقه برضو عايز اقول ان الملعب شيك جدا وحلو قوي وشكله بديع جدا. هي دي الملاعب يا جماعه اللي تفرح، هي دي الملاعب اللي تفرح. ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. المغرب جميله جدا، سواء ملعب الرباط او ملعب اللي هو اتحاد طنجه او طنجه الكبير او المطوطه. ملعب رائع والتصوير تحفه والاخراج 10 على 10 والجمهور جميل وبديع. حاجه كانت يعني حلوه جدا جدا جدا. كمان عايزين نقول ان اللياقه بتاعت سياتل هي اللي يعني كانت عامل الحسم في المباراه. هي كانت عاليه في الشوط الاول وبعد كده رجعت تاني في الشوط الثاني هبطت. طبعا التغييرات كانت وقتها مناسب وغير بدري المره دي. مارسيل كولر غير في الدقيقه 62. طبعا يعني الماتش ده هيخلي الاهلي يبقى داخل ماتش ريال مدريد وهو عنده ثقه اكتر في نفسه، لان هو يعني برضو الشوط الاول خلانا نحس ان الاهلي مستوى متراجع. لا، هو ده غالبا اللعيبه ما بتاديش اللي طلبه مارسيل كولر. يعني مارسيل كولر كان طالب من طاهر وبيرسي ادوار هجوميه شويه، لكن هم ادوا الادوار الدفاعيه، ما قدروش ان هم يقضوا الادوار الدفاع الهجوميه. كمان كهربا ممكن عشان لياقته كانت يعني مش سعفاه شويه، فما عملش الخطوره اللي عملها محمد شريف او النشاط اللي عمله محمد شريف. عموما الماتش بيتقسم لمراحل فما فيش مشاكل ابدا. النهارده برضو كان في ميس باص وهو دوت اللي خلى شكل الاهلي وحش. الاهلي لو كان الميس باص بتاعه اقل من كده كان يقدر ان هو يبقى شكله اشيك واحسن، لكن بالرغم من كل ده برافو ديانج، برافو عمرو السولية. عاملين ماتش هايل جدا 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 دفاعا وهجوما. كان في بعض اخطاء وهفوات لكن ما شاء الله عليهم. محمد عبد المنعم ومحمود متولي، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. محمد عبد المنعم ومحمود متولي ما شاء الله عليهم. علي معلول مجهود وافر. ما صنعش خطوره يعني كالمعتاد، لكن مجهود وافر. محمد مونديالي هو ما شاء الله لعبوا. محمد هاني ده على طول كاس عالم للانديه هتلاقوه ما شاء الله على طول، يعني حاجه تحفه. والاهلي النهارده ما يتقيمش يا جماعه على شوط، يتقيم اجمالا على الشوطين. الاهلي في الشوطين زي الفل. هنقابل ريال مدريد وده الفريق اللي يسبقنا في البطولات القاريه، يعني لقاء عمالقه. هو عنده حاجه و20 بطوله تقريبا قاريه، والاهلي قريب منه فرق تقريبا 4 بطولات بس، او هو تقريبا عنده 14 واحنا عندنا 11 حاجه زي كده. لكن انا بتكلم على البطولات اللي هي دوري الابطال، لكن احنا بنتكلم على قاريا يبقى هيبقى الرقم اكبر من كده. فلقاء جميل، لقاء منتظر. هم كانوا نفسهم يقابلونا وهو كاس العالم للانديه حلاوته كده، حلاوته في انك انت تقابل البطل ده. ما هو معلش، ما انا برضه حتى لو لعبت فلامينجو لعبت بالميراس مش زي ما قابل ريال مدريد وبطل اوروبا. فحلاوته ان احنا نقابل بطل اوروبا. يا لو فزنا على ريال مدريد، يا لو عايزين نفوز على ريال مدريد لازم ما نعملش غير اللي عملناه النهارده في الشوط الاول. اللي عملناه النهارده في الشوط الاول مش هينفع نعمل اللي عملناه في الشوط الثاني. لازم الاهلي يتكربس كله ورا ويدافع ويلعب على المرتده. بس عاوزين المره دي يبقى عندنا الشحات قدام عشان يبقى فيه حبه سرعه وحبه يعني مهارات. احمد عبد القادر على فكره احيانا الماتشات الكبيره بتبقى اسهل من الماتشات الصغيره. مش قصدي طبعا ان ريال مدريد سهل، لكن اقصد لو هو في ريال مدريد فاتح الملعب واحنا عملنا مرتده هيبقى المساحات في مساحات غير ما فريق يلعب قدامك دفاع. فطبعا مارسيل كولر لازم هو يلعب بثلاثه وسط ملعب ما يجازفش. هو حمدي فتحي، هو ديانج، هو السوليه. لازم المثلث اللي قدام يبقى فيه بعض السرعات. اتصور لو حط حسين الشحات يبقى زي الفل. اتصور لو حط عبد القادر يبقى زي الفل. اتصور لو حط محمد شريف يبقى زي الفل. ده التشكيل الامثل. لكن احتمال ان هو يحب يدافع في الشوط الاول زي ما عمل النهارده، فينزل طاهر محمد طاهر ان هو يجيد ادوار الدفاعيه اكتر ويبقى مامن الجبهات. لا، ما ينفعش نخاطر مع ريال مدريد، ما ينفعش افوت مع ريال مدريد. يا رب نفوز على ريال مدريد، وربك لما يريد تقدر ان شاء الله تفوز على ريال مدريد. لكن بصوا يا جماعه لما يكون في تحكيم عادل، بصوا يا جماعه لما يكون في اجواء نظيفه، بصوا يا جماعه لما يكون معاك تحكيم اجنبي. الاهلي الحمد لله فاز على سياتل وفاز على اوكلاند سيتي، ويجي في الدوري المصري باخطاء للغندور ومش عارف لمين ومين. الاهلي بتلاقيه بيتعادل وبيفقد نقاط ومش عارف ايه. قولوا بقى المره دي برضو سياتل الفريق ضعيف. قولوا بقى المره دي سياتل الفريق السمنه اللي مش عارف ايه. يعني اهو الاهلي الحمد لله فاز على ابطال، يعني فاز على بطل اسيا قبل كده، وفاز على بطل امريكا قبل كده، وفاز على بطل المكسيك، وفاز على بطل يعني مين تاني، البرازيل. فوزنا على بطل البرازيل. يعني الحمد لله. فاضل بس يعني لو نفوز على بطل اوروبا، ربنا لو يكتب لنا ونفوز على بطل اوروبا تبقى حاجه عالميه وحاجه تاريخيه ان شاء الله الاهلي يقدر يعملها. بشكر تاني وتالت ورابع جمهور المغرب اللي هم بيقولوا مش عاوزين شكر. لا، بشكرهم غصب عنهم، بشكرهم لان هم ما شاء الله عليهم واقفين وقفه حلوه جدا. بلدهم جميله وتنظيمهم جميل وكرتهم ان شاء الله متقدمه، وهم شعب جميل والناس اللي تقف كده مع اخواتها الوقفه ديت لازم الواحد يشكرهم
عشان اللي ما بيشكرش الناس يبقى ما بيشكرش ربنا. فشكرا تاني للناس في طنجة، اهي طنجة، اهي طنجة، ها الناس في طنجة، شكرا لوقفتكم مع الاهلي، وعارفين ان لو اي نادي مصري تاني كان راح كنتوا هتقفوا معاه، عشان الناس بتقول احنا نعمل كده مع اي نادي مصري. يا سيدي مفيش مشاكل. الناس اللي بتقول ان الاهلي ما هوش اعظم نادي في المجره، يا سيدي مفيش مشاكل، حقك تقول اللي انت عايز تقوله وتشجع انت عايز تشجعه. انتوا واقفين معانا عشان احنا مصريين مش عشان احنا اهلاويه، مفيش مشاكل يا جماعه. احنا عاوزين نتجمع، عاوزين التعليقات اللي تجمع مش التعليقات اللي تفرق. احنا بالنسبه لنا مصر بتحب المغرب، ما سميناش اسامي، لكن كمان الاهلي هو كبير الانديه في مصر، وبرضه الاهلي ليه شعبيه كبيره. يعني لو كنا بعتنا لكم مثلا غزل المحله، ولا كنا بعتنا لكم بترول اسيوط، اكيد يعني مش بشعبيه الاهلي. فبالتالي يعني حتى لو واقفين مع مصر عشان مصر كتر خيركم، واقفين مع الاهلي عشان هو الاهلي كتر خيركم. كل الناس في المغرب، جمهور الوداد، جمهور الرجاء، جمهور الجيش الملكي، جمهور نهضه بركان، اتحاد طنجه، الفتح رباطي، اي جمهور فوق راسنا. وانتوا وقفتوا وقفه كبيره جدا مع اخواتكم، وغصب عنكم لازم نشكركم، لان حتى لو ما فيش شكر ما بين الاخوات، بس برضو لازم نشكركم، عشان اللي ما بيشكرش الناس ما بيشكرش ربنا. كتر خيركم، وانتوا شعب جميل وناس يعني مزيانه، وناس حلوه بالزاف، وربنا يكرمكم ان شاء الله، وتكملوا مع الاهلي لحد الاخر ان شاء الله، وناخد البطوله. ومعلش لجمهور الوداد، خساره الوداد النهارده معلش تتعوض ان شاء الله. عزقنا ان اللي كسب الهلال فريق عربي برضو، لكن ما قصرتوش وعملتوا اللي عليكم. تنظيم مشرف، شكل مشرف. يعني الحمد لله على الوحده اللي احنا فيها ديت. اتمنى ان كل الناس تفكر كويس ان الكوره هي مجرد رياضه، لكن اهم حاجه الوحده اللي احنا فيها، واهم حاجه الفرحه اللي بنفرحها لبعضينا، وان المهم ان العرب هم اللي بيكسبوا والمسلمين هم اللي بيكسبوا. ده في حد ذاته يعني شيء جميل. واشهد ان يعني 99% من التعليقات اللي بتجيلي من المغاربه تعليقات كلها ايجابيه، وتعليقات كلها رقي، وتعليقات كلها ذوق، وتعليقات كلها محبه وموده. فوق راسي كلكم ناس يعني بتشرف ان انتم موجودين عندي في الاكونت، وبتشرف انك انتم بتتفرجوا على الحاجات عندنا، وبتشرف ان انا مصري مسلم عربي مغربي سعودي تونسي جزائري سوداني، كلنا واحد الحمد لله. وربنا يديم المحبه، وهو ده المكسب اللي احنا طلعنا بيه. اخيرا الرياضه تجمع ما تفرقش. زمان الرياضه كانت بتفرق ما بيننا، لكن الحمد لله دلوقتي عايزين الرياضه تجمع ما بيننا. ودايما نفتكر ان احنا مش مهم مين فينا اللي يكسب، المهم ان واحد مننا يكسب، نحب الخير لبعض، ربنا يكرمنا ان شاء الله. بشكركم لو بتسمعوني لحد هنا، انتوا احسن جمهور لاعظم نادي. وحتى الناس اللي ما بتشجعش الاهلي برضو انتم احسن ناس. بشكركم، صلوا على الحبيب، والى اللقاء قريب. وسع احنا الشياطين، حضر الاهلي يا بني ادمين، ستنا مسمع يلا للصين.